محمد هاني يقود الجبهة اليمنى لمنتخب مصر أمام موزمبيق وفتوح لليسرى. استقر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على الدفع بكل من محمد هاني وأحمد فتوح في التشكيل الأساسي للفراعنة أمام منتخب موزمبيق ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023 والمقرر لها 7 مساء اليوم الأحد كأس أفريقيا. ويفضل فيتوريا الاعتماد على محمد هاني في مركز الظهير الأيمن أمام منتخب موزمبيق بعدما غاب عن مواجهة تنزانيا الودية الأخيرة قبل السفر لكوت ديفوار، بينما يقود أحمد فتوح مركز الظهير الأيسر للمنتخب أمام موزمبيق. كأس أفريقيا. وتعد بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم واحدة من أقدم وأعرق البطولات وأهمها على المستوى القاري والعالمي أيضاً، وتقام جميع مباريات منتخب مصر في دور المجموعات ببطولة أفريقيا على ملعب فيليكس أوفوي-بواني في مدينة أبيجان، وهو الملعب الذي يتسع 33,000 متفرج. ويعد منتخب مصر أكثر المنتخبات تتويجاً بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010. كما يعد منتخب مصر أكثر المنتخبات مشاركة في كأس الأمم الأفريقية برصيد 26 مشاركة. ويعد منتخب مصر أكثر المنتخبات وصولاً للمباراة النهائية في كأس الأمم الإفريقية برصيد 10 نهائيات أعوام 1957 و1959 و1962 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010 و2017 و2021. أما على جانب الأرقام المسجلة بأسماء نجوم المنتخب الوطني، فإن محمد دياب العطار الشهير باء أديبتي هو أول لاعب يسجل 3 أهداف هاتريك في مباراة واحدة في بطولة 1957، ويعد حسن الشاذلي اللاعب الوحيد الذي سجل 3 أهداف في مباراة واحدة في نسختين مختلفتين خلال بطولة 1963 و 1970. كما يعتبر الحضر هو أكبر لاعب يشارك في مباريات. محمد